السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير جميعا. النهاردة هعمل لكم فيديو عن القطاعة الجديدة دي، وشوفوا مكوناتها وكل قطعة فيها عاملة ازاي وازاي هي عملية وازاي هي حلوة جدا. تعالوا نسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف القطاعة دي نظامها ايه. في بداية اي فيديو ما ننساش طبعا نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ونشوف بقى اولا القطاعة الستايل ده، تحس ان هو الستايل الجرانيت، بس هي يا جماعة بلاستيك. العلبة بتاعتها للأسف مش معايا، فدي القطعة اللي انا خدتها لنفسي في بيتي. هنشوف الشغل عامل ازاي. شكل الكسرونة بالظبط، ولها غطا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. هقول لكم برضو فايدة الغطاء ايه بس لما نوصل للمرحلة دي. ليها القطعة دي وليها القطعة دي ومعاها ديت، ومعاها مجموعة الأسلحة، 4 أسلحة. يلا نشوف كل قطعة فيها بقى استخدامها ايه بالظبط. دي الأسلحة اللي جاية معاها، ودي المكونات اللي جاية، وفي كمان مكون لسنان بنشتغل بيه وهو المكون ده. طيب أول حاجة بقى يا جماعة، زي ما قلنا القطعة دي ستايل الكسرونة بالظبط، انتوا شايفينه موديل الجرانيت شكل قطة. القطعة ديت بنستخدمها مصفى لأي حاجة احنا عايزين نصفيها من الخضار. كمان اللي زي ما انتم شايفين القطعة ديت دي كده ممكن نستخدمها بالتلاجة، نحطها في التلاجة نحط فيها الحاجة. طيب مصفى بقى ازاي؟ نشوف بقى مكونات كل حاجة ازاي. المصفى دي يا جماعة ممكن نبشر نعصر نعمل اي حاجة، وفي الاخر يعني فاهمين نغسلها وهي فيها ونصفي الخضار كده، ونكبه هنا مثلا بعد ما نخلص ونغطيها بالغطا ده وندخلها التلاجة. ده اول استخدام. تاني حاجة القطعة دي القطعة دي مبشرة ثانية واحدة. لما ركبتها كده ممكن نستخدمها مبشرة للصابون، مبشرة لأي حاجة. القطعة دي عصارة برتقان وعصارة ليمون اللي هي القطعة دي. طيب ايدي بقى هقول لكم ايدي بنمسك بنشيله. استنوا عشان انا بشتغل بايد واحدة اهي. شلناها وبعدين بنقلبها كده. فبنستخدم دي زي ما قلنا مبشره اهي، لان ده اللي جنب الخشن بتاعه. دي بقى بنستخدمها فاصل صفار البيض. يبقى اول حاجه قلنا مبشره بلاستيك، هنا عصاره يعني عصاره برتقان وليمون، وهنا فاصل صفار البيض. ده اول قطعه اللي هي القطعه دي. تمام. وزي ما قلنا دي مصفى. نيجي بقى وده غطا زي ما قلنا، ده غطا التلاجة بتاعنا. نيجي بقى هنا بقى للقطعه دي. ايه القطعه دي بقى يا جماعه؟ تعالوا نشوف استخدامها ايه كويس قوي. اتركبت اهي بكل سهوله. تمام، بس لها تكه بتبقى كده عشان تثبت. دي اتركبت كده. القطعه دي بقى اللي احنا بنمسك بها الخضار عشان ما نطوعش. طيب هنا سكينه للشيبسي او سلاح للشيبسي. ركبتها اهو. معلش انا بقطع لكم الفيديو عشان بس انا بشتغل بايد واحده زي ما قلت لكم. ستاند التصوير بتاعي حصل له كسر كده، وهضطر اجيب واحد غيره بقى. ده بتاعه الشيبسي، ودي القطاعه اللي بنمسك ونبشر الشيبسي بكل سهوله. دي بتقطع كيرلي، خلي بالكم بتقطع كيرلي، يعني بتقطع البطاطس كيرلي. مثلا لو نقطع بطاطس صوابع كيرلي، خيار كيرلي، اي حاجه. ما شاء الله اهي ده الشكل ده. دي بقى مبشره واحد، ودي مبشره 2 للجبنه الرومي، للخضار، لاي حاجه. المبشره دي يا جماعه حكايه، موجوده في المحل الجانب الحوار الديني. هديكم كل حاجه هجيبها لكم في صندوق الوصف. تعالوا بقى تاني بسرعه اقول لكم كده وانا بقفل الفيديو مكونات الحاجات دي او مكونات المبشره ايه بالظبط. المكونات زي ما قلنا خالص في البدايه، الكسرونه دي او المبشره الاساسيه، الجهاز المبشره ومعاها الغطا، المصفى، مساكه الخضار ديت، 4 اسلحه، سلاح الشيبسي، سلاح كيرلي اللي هو الجزر او الخيار الكيرلي او البطاطس، وسلاحين المبشره. وبعدين بنحط، لا مش بنحط ده. وبعدين بتبقى الجهاز او القطعه اللي بنحط بيها الاسلحه. وبعدين القطعه دي اللي قلنا فاصل اهي، فاصل صفار البيض ومبشره في نفس الوقت. وكمان هنا عصاره برتقان. ونيجي بقى اخيرا اللي هو الغطا بتاعها. المبشره دي يا جماعه موجوده في المحل عندي ما شاء الله بكميات كبيره جدا وباسعار قديمه، مش متذكره السعر دلوقتي، بس هي سعرها حلو جدا. يلا اسيبكم بقى في حفظ الله، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.